الزمالك بعد مباراته مع النادي المصري نزل بيان وطالب 4 طلبات. الطلب الأولاني بيقول لك لازم يتحقق مع طاقم الحكام اللي كان متعين في ماتش المصري، والحقيقة فعلا ان طاقم الحكام ده لازم يتم التحقيق معاه، او عشان نعرف ازاي يتهاون في حق نفسهم في التجاوزات اللي حصلت من جوميز ومن دونجا ومن عبد الله السعيد ومن زيزو من غير ما يتم اخذ اي اجراء معاهم، لان طاقم الحكام ما فيش اي خطأ عليهم باستثناء بس ان ركلة الجزاء المفروض كانت تعاد، ده لو انا اعتبرت انها ركلة جزاء اصلا. الطلب الثاني بيقول لك ان مش هيلعب اي مباراة بعد مباراة فاركو الا لو ما المنافسين يلعبوا مبارياتهم الاول. مبدئيا حضرتك اصلا كنادي الزمالك ليك مباريات مؤجلة. ثانيا حضرتك مش منافس اصلا، يعني حضرتك مش منافس عشان تساوي نفسك بالمنافسين. الطلب الثالث بيقول لك ان عايز يشكل لجنه بعيد عن اتحاد الكوره ورابطه الانديه عشان تعيد ترتيب المباريات مره اخرى. انا عايز اسال سؤال، هو تشكيل اللجنه ده بالمزاج وبالكيف ولا نجيب لك لجنه منين؟ نجيب لجنه من اسبانيا؟ عشان يتشكل لجنه لازم جمعيه عموميه ولازم انتخاب ولازم فيلم كبير قوي ما بتجيش بين يوم وليله. يقول لك الطلب الرابع ان هو ماتش فاركو ده اخر ماتش هيلعبه وبعد كده هيستنى لما الطلبات بتاعته تنفذ. الحقيقه في مثل بيقول اذا امرت ان تطاع فامر بما يستطاع، فانا مش عارف الطلبات العنتريه اللي بيطلبها نادي الزمالك الغير منطقيه واللي مش هتحصل دي هو بيطلبها ليه؟ هل الضغط على الحكام في المباريات اللي جايه ولا هو اصلا عاوز يهرب من ماتش النادي الاهلي؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.